السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قصتنا اليوم غتكون على المسيح الدجال اللي ظهوره من علامات الساعة الكبرى، وأعظم فتنة غادي تصيب البشر على مر الزمان. واش هو من الإنس ولا من الجان؟ واش هو موجود بيناتنا ولا مازال وقته محان؟ شكون هو وفين غيبان؟ وإلا قدر الله وخرج في زماننا، كيفاش غادي نحصنوا راسنا وولادنا؟ في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نجاوبوا على كاع الأسئلة بالتفصيل. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في واحد النهار خرج واحد الراجل نصراني سميتو تميم الداري في رحلة صيد للبحر، هو و30 صياد. وملي وصلوا وسط البحر تقلب الجو ولعبات بهم الريح وتاهوا على طريقهم. شهر من الايام وهما وسط البحر وما عارفينش راسهم فين، واش في الشرق ولا في الغرب، حتى وصلوا عند واحد الجزيرة ونزلوا عندها. كي قال تميم: ما كناش عارفين فينا بلادنا ولا عارفين راسنا فين غاديين، وهذا الحكمة من الله سبحانه. ورساو حتى الجزيرة قبل الغروب، وتما لقاو واحد الدابة اللي ما عمرهم ما شافوا بحالها، شكلها غريب وشعرها كتير لدرجة ما كتعرف فين راسها من رجليها. وكمل تميم وقال: ملي قربنا منها تكلمات بلسان بحال لساننا، خفنا وما عرفنا باش تبلينا. دابة وكدوي ما كنا عارفينها واش دابة ولا شيطان. تشجعنا وعاونتنا كترتنا، وقلنا ليها: شكون انتي؟ قالت: انا الجساسة. قال تميم: سولناها مرة أخرى: شكون انتي؟ قالت: انا الجساسة. سيروا لذاك الدير اللي قدامكم، تما كاين واحد الشخص اللي متشوق يعرف اخباركم. وتشجعنا وحنا نمشيو، وغير دخلنا وحنا نتفاجئوا براجل عظيم الخلقة ما عمرنا ما شفنا بحاله، يديه ورجليه مربوطين بالسلاسل. يا ترى شكون اللي ربطو، وكيفاش كيعيش، وكيفاش كياكل؟ واش الجساسة هي اللي كتعاونو؟ الله أعلم. كيقول تميم: سولناه وقلنا ليه: شكون انت؟ قال: خباري راه وصلاتكم قبل ما تجيو عندي. وهو يقول لنا: منين نتوما؟ قلنا ليه: حنا من العرب. قال: عاودوا لي على النخل اللي في بيسان، واش باقي كيعطي الغلة ولا لا؟ وبيسان هي مدينة في فلسطين. قالوا ليه: مازال نخلها كيتمر. وهو يقول: ولكن راه قرب تمرها يسالي ويتقطع بحال اللي عمرو ما كان. وعاود الراجل سولهم وقال: عاودوا لي على بحيرة طبرية، واش باقي فيها الماء ولا جف؟ قالوا ليه: باقي عامرة بالماء. وقال: حتى هي ماها قرب يجف ويولي في خبر كان. وبحيرة طبرية موجودة في فلسطين. اش هاد الكلام الملغوم؟ وشكون هاد الراجل المقيد اللي كيسول على اخبارنا وكيهضر بلساننا؟ وعاود الراجل الغريب سول وقال: عاودوا لي على عين زغر، واش باقي فيها الماء والناس كيسقيو منها ولا لا؟ قالوا ليه: باقي. قال: حتى هي ماها قرب يغور ويجف. وهو يقول: خبروني على نبي الأميين، واش خرج ولا مازال؟ قالوا ليه: خرج في مكة وهاجر للمدينة. قال: والعرب اش داروا معاه؟ حاربوه ولا آمنوا بيه؟ قال ليه تميم واللي معاه: حاربوه وغلبهم. قال:
يا ريت كون آمنوا بيه كان خير ليهم. ما حدهم كيهضروا معاه وما حد كلامه كيتعقد كتر وكتر، وكل ما حاولوا يفهموا قصده وغايته كيزيدوا يتلفوا. منين جاب هاد المعلومات وهو ذاته كلها مقيدة بسلاسل في جزيرة مهجورة؟ قال تميم: وحنا نسولوه شكون انت وشكون حابسك هنا؟ قال: انا الدجال، قربات ساعتي اللي غنخرج فيها وما غادي نخلي حتى بقعة في الارض الا وندوز منها في 40 يوم، وغادي نفتن كل من جا في طريقي الا عباد الله المخلصين. قال تميم: خرجنا من عنده خايفين ومرعوبين من اللي شفنا واللي سمعنا، وركبنا في السفينة وشدينا الطريق لبلادنا، وكي وصلنا مشينا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلمنا وقصينا عليه اللي طرا. وفرح الرسول الكريم بإسلام تميم الداري واللي معاه. وملي وصلت وقت الصلاة مشى رسول الله للمسجد، ومن بعد ما صلى بالناس قص عليهم داك الشي اللي عاود ليه تميم واللي جا كتصديق الكلام الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام على المسيح الدجال وعلى حقيقة الوجود ديالو، وأنه غيخرج في آخر الزمان، وكان هو السبب اللي هدى به الله سبحانه تميم وعدد من اللي معاه الإسلام. ودابا غنتقلوا للجزء الثاني من قصتنا اللي كيتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم على المسيح الدجال وكيف وصفه قبل الواقعة. وكيف ما قال عليه السلام: ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة الأعور الكذاب، إنه أعور يدعي الألوهية وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر. يعني أنه ما كاينش شي نبي اللي ما حذرش قومه من فتنة الأعور الكذاب. هو أعور وكيدعي الألوهية، والله سبحانه وتعالى ماشي أعور، مكتوب بين عينيه كلمة كفر. وقال أيضا عليه السلام أنه ما كايناش شي حاجة اللي خايف علينا منها قد فتنة المسيح الدجال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إلا خرج وانا فيكم فأنا غادي نتولاه، وإلا خرج فيكم من بعد ما نموت فكل واحد مسؤول على حماية نفسه، والله سبحانه غادي يخلفني على كل مسلم. وسولوه الصحابة الكرام وقالوا: يا رسول الله وصفوا لنا. قال عليه السلام: هو شاب شعره مجعد وعينه اليمنى خارجة كيشي حبة ديال العنب، أعور وكيدعي الألوهية، ومكتوب على جبينه كافر كتبان واضحة للمؤمن. وقالوا ليه: ومنين كيخرج يا رسول الله؟ جاوبهم خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وقال: غادي يخرج من طريق بين الشام والعراق، وغادي يفسد في الأرض شر فساد. وقالوا ليه الصحابة رضي الله عنهم: وشحال غادي يبقى بيناتنا؟ قال لهم: غادي يبقى 40 يوم. النهار الأول غادي يكون قد عام كامل، والنهار الثاني قد شهر، والنهار الثالث قد سيمانة، وباقي أيامه كيف أيامكم. قالوا ليه الصحابة الأجلاء: يا رسول الله، في اليوم اللي قد العام واش غادي تكفينا صلاة نهار واحد، حين صلاة المؤمن كلمة للحي؟ قال عليه السلام: اللي كتب عليهم الله سبحانه ودركوا داك النهار يقدروا وقت الصلاة حسب الأيام العادية، يعني غادي يصليوا فيه صلاة عام كامل. وقالوا الصحابة: وشكون كيتابعوا يا رسول الله؟ قال: كيتابعوه 70,000 رجل من يهود أصفهان. قالوا: يا رسول الله، واش السرعة ديالو بحالنا؟
قال كيمشي كالشتا اللي كيدفعها الريح بقوة وكتوصل لكل بقاع الأرض. قالوا ليه واش ما غادي يخلي حتى بقعة في الأرض إلا ويدخل ليها؟ جاوبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال غادي يطوف العالم كامل ما عدا مكة والمدينة، حيث الملائكة كتحرسهم، وغير كيقرب منهم كترجف الأرض 3 رجفات كيخرج بهم الله سبحانه كل مشرك وكل منافق من مكة والمدينة. الصحابة استوعبوا خطورة المسيح الدجال وسبب تحذير الرسول الكريم ليهم، وهما يقولوا ليه يا رسول الله واش غادي نديرو إلا خرج في زماننا؟ قال عليه السلام هربوا للجبال البعيدة وما توقفوش في طريقه، حينت ما بين خلق آدم حتى القيام الساعة ما كايناش شي فتنة كبر من فتنة الدجال، واللي حاصروا منكم يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قالوا ليه يا رسول الله اش من قدرة عنده اللي خلاتك تخاف علينا منه لهذه الدرجة؟ قال خير الأنام كيجي عند القوم وكيآمنوا به وكيآمر السماء وكينزل الغيث وكيآمر الأرض وكينبت الربيع وكيوليو حيواناتهم سمان وكبار وحليبهم كيكتر وكيدوز من حدا شي خربة مهجورة وكيقول ليها خرجي الكنوز اللي مدفونة فيك، وكيتبعوه كنوزها كيجبح النحل، وكيزيدوا أتباعه يآمنوا به كتر وكتر، وكيمشي عند قوم اخرين وكيدعوهم وكيكفروا به، كيغور الماء في البيار ويتقادى مالهم وما تعرفش تا طريق لأرضهم وما تبقى عندهم لا كسيبة ولا مال. كنطلبوا من الله سبحانه يثبتهم على الحق. وقالوا الصحابة الأجلاء يا رسول الله واش عنده شي قدرات أخرى؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام عنده من واحد الجهة نار ومن واحد الجهة جنة، اللي كتشوفوها جنة فهي في الأصل نار، واللي كتشوفوها نار فهي ماء عذب وبارد، وعنده شياطين كيفتنوا الناس معاه. قالوا الصحابة يا رسول الله واش ما نواجهوش ونكذبوه؟ قال لهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تا واحد فيكم ما يظن ولا يفكر أنه قادر يواجهه، حينت أي واحد غادي يمشي لعنده غادي يفتنه ويكفر بالله سبحانه والعياذ بالله. قالوا لي يا رسول الله هو دجال وكافر وانت أمرتينا ما نواجهوش، وكيفاش غادي ينصرنا الله سبحانه؟ قال خير الأنام ملي يعم فساد الدجال شرق الأرض وغربها غادي يرسل الله سبحانه النبي عيسى عليه السلام، وغادي يكون هو السهم اللي غادي يقضي على الدجال لعنه الله. قالوا فين كاين سيدنا عيسى؟ قال كاين في السماء رفعوا الله سبحانه ملي اليهود داروا عليه وبغاو يقتلوه، ورفعوا الله سبحانه لعنده باش يرجع الأرض في الوقت اللي قدروا ليه الله سبحانه والمهمة اللي وكلوا بها. قالوا فين غادي ينزل؟ قال غادي ينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق وحاط يديه على أجنحة 2 من الملائكة. قالوا يا رسول الله واش ما غاديش تكون جماعة المسلمين في ذاك الزمان؟ قال عليه الصلاة والسلام غادية تكون في مدينة القدس بقيادة المهدي المنتظر اللي هو من أهل بيتي ومن صلبي من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، المهدي اللي غادي يعمر الأرض بالعدل والقسط بعد ما فسدات بالظلم والكفر، وهو اللي غادي يفتح عاصمة الروم ويبيد جيوشهم، وغادي يحاصر المسيح الدجال في القدس، حينت غادي يبغي يردها عاصمة للكفر هو واللي معاه من اليهود والمشركين. ولكن المهدي والجنود ديالو كيدافعوا عليها وكيقاتلوا جيوش الدجال حتى لآخر لحظة. قالوا ليه واش غادي يدير سيدنا عيسى عليه السلام بعد ما ينزل في دمشق؟ قال لهم غادي يمشي للقدس وغادي يعرفوا المهدي والمسلمين،
ويسلموه قيادة الجيش الإسلامي، وهو غير غادي يعرف باللي عيسى المسيح عليه السلام نزل وكيقلب عليه، غادي يهرب هو وأتباعه المدينة حدا القدس سميتها اللد. ولكن سيدنا عيسى عليه السلام كيتبعوه كيطعنوه بالرمح ديالو، وكيدوب المسيح الدجال بيديه كما كيدوب الملح في الماء، وكيرفع الله سبحانه الهم والغم على المسلمين، وكيحدثهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على درجة كل واحد منهم في الجنة، وكيعيشوا سنين كلها عدل وإيمان وسعادة في الدنيا، واللي كيتسناهم عند الله سبحانه أكبر وأعظم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي قال باللي ما كيناش شي فتنة أعظم من الدجال منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. وكنطلبوا من الله سبحانه يثبتنا على دينه ويهدينا ويهديكم لطريق الخير إن شاء الله. الفيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.